بعد ما صلينا الفجر بقى الحمد لله تقبل الله منا ومنكم. نروح بقى نجيبوا أهم حاجة بعد صلاة الفجر عشان نفطر بيها، هو شوية الفول. شوية الفول ده دولت بقى من عند حد متميز جدا، وطعمه يتميز بيه، والتحبيشة بتاعته. ولو كلت فول من أي حتة وكلت الفول اللي أنا هروح له دلوقتي تقول لا ده فول فلان. أكيد انتوا عارفين بقى أنا رايح فين. وهنجيبوا الفول منين؟ كل واحد بقى بيحب، واحد بقى من بتاع فول يقول. انا بصراحه ما بعرفش افطر فول الا من عنده، ولما بيحضر الفول بتاعه عندي بيبقى حاجه تانية خالص، مختلف، طعمه مختلف جميل، التحبيشه بتاعته بخيرها، حاجه كده حاجه كده صح بصراحه. يا ترى بقى انا رايح اجيب فول من عند مين؟ احنا رايحين بقى دلوقتي عند اشهر واحد بيعمل فول واقدمهم، يعني من اقدم الناس في المحموديه المشهورين بالفول ومشهورين بالتحبيشه بتاعته وطعمه. احنا النهارده رايحين عند فول قطب، الحاج مجدي قطب. بصراحه اللي ما كلش فول ما فطرش فول من عند الحاج مجدي قطب ما دقش طعم الفول اللي بجد بجد يعني. السلام عليكم. عندك فول؟ طب هات له النبي ببريزه فول وتوصى. والله خلوهم 15 ساعة. هو ما بيبيعش بفكة. ها؟ ما بيبيعش بفكة. ليه؟ ما بيبيعش الا مجامع. اصل ياما كتير قوي. مش هيبقى فيه ب5 جنيه فول. 5 جنيه فول؟ ليه احنا هنوكل ببريزة. السنة ولا ايه؟ هو عاوز ببريزة، يعني انت هتقول له 5 جنيه هترجعيه. انا عاوز ببريزة فول. رمضان مش هيبقى فيه ب5 جنيه. 15 ساغ فول. هو بقول لك عم مجدي. انا جيت اشتريت من عندك هنا فول من ابو باريس واشتريت يا حاج مجدي. احنا فراجة. حاج مجدي انا اشتريت من هنا بشيلين فول واشتريت ببريزة فول. وانا حضرت عنده بالربع جنيه. انت اشتريت بكام؟ ربع جنيه ايه بس؟ ايه. لا 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 لا، ما انت لسه جديده بقى. فول الحاج مجدي بصراحه ليه طعم تاني خالص. الربع جنيه دي يا عم مجدي خلي بالك. ها ده ما شاء الله، ده ما شاء الله. وما بقالش يتقال توصل يا حاج مجدي، كنا زمان نقول له ايه ببريزه فول ده وتوصل. لو عم مجدي قلت له توسع هينط بجمشك بالمره. هو يعمل ايه غصب عنه؟ والله انا هقول لك ايه، بس حاضر. وفي اكتر من كده اتكلم، تعالى اتكلم بقى وانا هكلمك ترد عليا. قال خاف منها خلي بالك. بقول لك لا مش خوف والله، انا بقول عليك يا عم مش خوف، ده انا عايزه حب. الحاج مجدي ده حبيبك كله صراحه. قال الهاني والله ابو 5 جنيه فول النهارده. زادي والله رمضان بقى ونحب ما قال لي حاجه ب5 جنيه فول. اتحط عليه حبات طحينه ولا نكته زيت. مفروض في الاسعار دي، بس برضه انت لا بس انت دي عاده ما تقطعهاش. عادي عادي عادي. لا معلش لا عاده الزبون بيجي لك الزبون بيجي لك يا حاج مجدي من اخر الدنيا. على فكره ده منور يقولوا له عايزين فول من عند على فكره التحبيشه بتاعته حاجه غريبه يعني. ده يعني. دلوقتي بيخف الطحينه، ده انا بجيب. لا اوعك تخف الطحينه. لا حاج مجدي ها ما تفوق معانا شويه. لا فوت معاك، لا ظبط الزبون. انت عارف ان الفول ده هو مسمار البطن يعني. الراجل اللي عايز يشوفك لعيش. لا 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 ايوه اتوصى. طب والله اتوصى اهو. حط زيت حار، حط سن الطحينه. والله العظيم الراجل اتوصى لا هو بحط انا ويحط والله من حاجه. هو بيبقى حلو. هات يا فل، في كيسه يا فل.
صباح الفل بقى. العسل يا سعاده الباشا. هات لي بقى فول الاسبوع كله عشان ما بعرفش انزل. ماشي يا سعاده الباشا. 5 اكياس كده، كل كيس ب5 جنيه، حاضر يا سعاده. عشان لو ما عرفتش انزل ولا حاجه. فولك مع انه بيبات يا حاج مجدي بيفضل هو والله العظيم بجد. اللي ما فطرش فول من عند مجدي ها. لا انا بحطه كده في الثلاجه كده بالحباش بتاعه كله. ما انا فاهم يا حضرتك، في الثلاجه كده ما بيحمضش ولا حاجه. والله العظيم بيقعد اسبوع بحاله. انا اخر كيس هاخده منك، انا هاخد منك دلوقتي 5، يعني الكيس الاخير بعد 5 ايام. اكنك لسه جايبه لك دلوقتي في الفريزر. في الفريزر. في الفريزر. لا انا بجمده، اطلع الكيس الصبح كده واخد بالك. ولو نزلت وقربت من مكان عندك هنا لا اجيب. يا استاذ عادل، ظبط بقى الطحينه بقى بتاعتك. انا اللي بظبطك يعني. انت لا انا اللي تظبط. بعمل الواجب. لا بس انت برضه عامل واجب مع الكل، مع الكل، علشان الكل عارف فول حاج مجدي. تصدق وتامن بالله، لا اله الا الله. اقسم بالله انا في ايام بخسر على الصبح يعني. ما انا عارف والله، عارف والله. يمين بالله يا من رب ده على الصبح اول ما احب فيها ايام. انا يوم الجمعه اللي فات دي خسران والله. عارف والله. انت رحت ما خدت يوميه ربع جنيه. عارف، بس خلاص الناس اتعودت على فولك يا مجدي. وانا ايه غصب عليا. معلش انت بقى كريم بقى في حبه الطحينه، وكريم في حبه الزيتحار. وبعدين والفول بتاعك السر ده انت بتعمله ازاي يا ابني؟ ده اشهر فول في البلد كلها هو فول قطب، اللي واخده وراثه من الحاج قطب الكبير. ما تكلمني على ابوك يا مجدي، الحاج اوفر. كلمني على ابوك والله بجد. الله يرحمه. نترحم على الاول الحاج محمد، يرحمه. حاج محمد قطب مش كده؟ محمد اوفر. الله يرحمه يكشف ليه. اول ما اشتغل في الفول ده اشتغل من صغره ولا ورث من ابوه؟ ولا من ابوه ولا حاجه. هي هو كده فتحنا الدكان ده وبعدين ايه قلنا طب ما في ناس بتعدي قدامنا تشتري فول من المنشيه. طب ما نجيبوا شويه فول كمان ونعمله واحد. بالصدفه كده يعني ما كانتش وراثه من والدك، هي وراثه منك من ابوك. منك انت من ابوك، لكن والدك هو اللي فكر فيها الاول، جاب القدره دي. هو الدكان ده انا اللي فكرت فيه في الاول خالص. ابويا بقى جه وقف معايا هنا وقال لي نعمله كذا ونخلص. يعني انت اللي فتحت الدكان ده الاول، عشان كده مشهور بفول مجدي قطب. فول مجدي. فول مجدي. تعرف فول مجدي؟ تعرف مجدي اللي في المنشيه بتاع الفول؟ لا ده يا ابني انت بقيت عالمي. الحمد لله فضل ونعمه. والله بجد انت الطعم بتاعك متميز ليه يا مجدي؟ والله اقول لك على حاجه. يكون في قناعه وفي رضا، يبقى هي دي، في سماحه في البياع، يبقى هي دي. وما تغشش. والله يعني جيب الطحينه ما تغشهاش. الله. الطحينه ما تغشهوش. اه جيب الفول النظيف. وتراعي ضميرك، تكون في سماحه في سماحه في البياع وربنا حاجه. هو ده اللي مخلي طعمه كده. الحمد لله. وهو ده اللي مخلي الناس كلها تقول عاوز تفطر فول من عند مجدي قطب. اسمه ايه؟ فول عم مجدي. فول عم مجدي قطب. لا انا بقول مجدي قطب عشان انت صاحبي. ما هو مجدي قطب عشان احنا عشره بقى يا مجدي، ده احنا عشره ثقافه وعشره سنين. على فكره الحاج مجدي يعني من الجيل بتاعنا، الجيل الحلو، الجيل المحترم، الجيل بسجلك. انت مش واخد بالك من ساعتها؟ والله العظيم انا جاي من بره من هناك وبقول انا رايح بعد صلاه الفجر. بعد ما صليت الفجر راح اجيب بقى شويه الفول. تقول يا عم اعدل الطريقه كده. لا اعدل وراحت. انت عسل يا حاج مجدي، شو عم مجدي العسل. الله يخليك يا عم. طب تسمح لي اكمل التسجيل؟ اتفضل. انت بقى قلت لي انك انت اول واحد، يعني انت قبل والدك فكرت في الفول. اول قدره جبتها كانت امتى تقريبا بقى؟ او والدك اللي قال لك ما تيجي نجيبه فول؟ سنه 92 93. واول كيس فول بعته بكام؟ اول كيس فول طلع من هنا بكام؟ كنت ببيع بباريزه. بباريزه فول وتوص. اهم حاجه توصي. يجي يقول لك بباريزه فول وتوص. وبتقول لك امي توصي. بتقول لك امي بتصب عليك. بتقول لك امي توصي. امي بتصب عليك وقلت لك شويه فول يا عم مجدي وتوص. حط بقى فول وحط بخير. التوصيه هنا بقى بتكون ايه بقى؟ يعني بتظبط في الحباش ولا بتزود في الفول ولا بتزود في الميه؟ اما اجي اقول لك اتوصى، التوصيه هنا ايه؟ يعني برضه حط له حبتين فول 3 كده برضه عشان ارضيه يعني. بس وهو حبه فول يعني بتزود العيار شويه. ازود الفول او ازود الحباش كده يعني. كان اول كيس بقى ببريزه؟ كان ببريزه فول. وبعد كده بقى 15 بعد كده بريال. وربع جنيه ما قلنا ربع بس قعد ببريزه فتره كبيره. قعد ببريزه فتره كبيره. احنا دلوقتي الاسعار كل يوم بتزيد. يعني المشكله انه وصل ل5 جنيه دلوقتي اقل حاجه. وخلي بالك حضرتك وبيخسر كمان. ابو ربع جنيه فول الاول
اكتر واحسن من ابو 5 جنيه النهارده. طبعا. كانت الكميه اكتر وكانت الخامات احسن وانضف من النهارده. ابو ربع جنيه، ابو ربع جنيه وابو بريال وابو 15 ساعه. وكلام. انا ما كنت اروح الشغل وابعت جماعه في الشغل اقول لهم روحوا هاتوا بجنيه فول. بجنيه فول. يعني ما وصلت انا الجنيه فول. كان ياخد بجنيه فول ده كان يا نهار ابيض. يا باشا ابن باشا ده هيفطر هو وخمس صنفار. مين بياخد بجنيه فول؟ وصل ب5 جنيه وكميه صغيره. 5 جنيه بس مباركه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا نحمد ربنا عشان في سماحه في البيع بس. يعني بقول لك بارك الله في يعني او تسمى في ايه؟ في بيع سمح باعا او اشترى. الله. بعت بسماحه ربنا هيكرمك والله. والله ربنا هيكرمك ويرزقك. والله فعلا انت طول عمرك انا اعرفك، لان انا شهادتي للحاج مجدي مجروح، لان هو صديق عمري وصديق الثقافه وصديق الشغل والزماله. ومجدي كان في مجلس المدينه في منصب كويس ولكن ده طبعا ده هوايته، ده دكانه الجميل ده اللي احنا متعودين عنده ان احنا ناكل من عنده الفول. فالحاج مجدي او الاستاذ مجدي بجد يعني احنا كلنا زمان الناس اللي هتسمع كلها يقولوا هيكلموا على فولك. الحمد لله، خلي بالك، الحمد لله والشكر لله، فضل من عند ربنا. انا بيجي لي ناس من حوالين قرى المحموديه كلها. معقوله؟ طب اقسم لك بالله العظيم 3 عارف الاستاذ مصطفى صالح كان شغال في شركه الميه. ابنه شغال في السعوديه. جه لقيته معاد بياخد مني مثلا ايه ب 70 جنيه فول. شويات كده يا عم مجدي. غريب واحد بياخد ب 70 جنيه. فقلت له قال له والله انا رايح السعوديه وهاخده معايا هناك. يا نهار ابيض. اخده معايا هناك واركنه هناك كل يوم اطلع لي كيس اكل منه علشان بس يشم ريحه المحموديه فيه. ابن الاستاذ مصطفى صالح اللي كان في الصرف الصحي. الاستاذ ايه؟ الاستاذ مصطفى صالح. الاستاذ مصطفى صالح اللي كان في الصرف الصحي. اللي كان في الصرف الصحي. ايوه. يعني ابو هاب صالح والجماعه. ايوه جماعه صالح طبعا. كان ب 70 جنيه فول. ايه يا نهار ابيض. يودي السعوديه فول. وهتلاقي هناك كمان بينادي زمايله هناك في السعوديه. مستوى ومتحبش وكل حاجه عشان ياكلوا هناك في السعوديه. فالحمد لله انا بيجي لي من كل حته. يا نهار ابيض. لا وبعد الفيديو ده هيجي لك من امريكا كمان. يعني الناس اللي متابعينا والله بجد اللي في الامارات وفي امريكا وكلام من ده لو نزلوا المحموديه او حد بتاع المحموديه تعالوا بس هاتوا فول من عند الحاج مجدي وجربوا. القاهره مثلا لها قرايبها هنا امها هنا قاعده في طنطا، كانت تاخد فول من هنا توديه طنطا وتوديه القاهره لعيالها هناك. قلت لهم ماما قالت لي هات لي فول من عند مجدي وانت جاي، عم مجدي وانت جاي. فالحمد لله فضل ونعم. لا انت بصراحه يا مجدي والله العظيم بجد انا ما بقولش كده عشان اشهد لك، لا انت فولك متميز. لو اتحط 10 اطباق فول يطلع فول الحاج مجدي قطب من وسطهم. طعم كده مميز وريحه. الحمد لله عند ربنا. وببساطه القدره الجميله دي. الحاجات دي قديمه بتاعت زمان. وكمان ببساطه كمان هنا عشان الدنيا ضلمه بس احنا بعد الفجر على طول هنا القدرتين اللي هم ايه اللي عليهم الدور. وده القدره الجديده بقى. كنت بجيب شويه شغال كده الاول اهو. ايوه. ما كانش حاجه بتلمع. ليه القدره هتبرد ولا ايه؟ كده ممكن تدفيها برضه. الجو برضه ساعه. فتبرد دي تمسك الحراره بتاعتها شويه. الله. اللي ما جربش فول الحاج مجدي قطب يجي يجربه. طبعا المحموديه كلها داقت فول الحاج مجدي قطب، ولدرجه ان هو وصل كمان عدى الحدود، راح السعوديه وراح غير السعوديه وراح القاهره وراح محافظاتنا الثانيه. يلا بقى توصى بقى وايه. لا يعني برضه يعني حته من عندك، حته من اتوصى زي ايام زمان كده. لا يا حاج مجدي اللي هتجيبه يا حاج مجدي انا قابله والله العظيم بجد. اللي هتجيبه لي انا قابله منك. الله يبارك فيك. يعني هنفطر بقى من عند الحاج مجدي ومن غير طعميه يعني، ولا هجيب طعميه. انا بحب الفطار بتاع فول الحاج مجدي بس بحبه الحباش بتاعته دولت. ده ادي بتاع الطحينه وادي بتاع الزيتحار وادي الكوز الجميل اهو. كلمه حلوه كده الحاج مجدي قطب ودعوه حلوه كده منكم، وربنا يبارك له يا رب في رزقه، لان الراجل ده عنده سماحه كبيره جدا والله العظيم فعلا. هو ولا بيهمه الربح ولا بيهمه يكسب، وساعات بيقول لك انا بخسر وده كتير وعلى يدي. انا فعلا شفته كتير وقعدت معاه قبل كده حسبناها. طب الفول بكام في القدره؟ طب حبه الطحينه عاملين كام؟ طب اللي احنا بعنا بكام؟ لقينا فعلا يعني شبه خساره يعني. مش هنقوله مثلا خساره جامده، لا يعني ولا كسب ولا خسر. بس الحمد لله بنكسبه برضه. ده انا بقول لك في بعض الاحيان. انا بقول في بعض الاحيان. لو حد جات لك حاج مجدي بامانه الله، لو واحده جات لك بامانه الله وقالت لك انا عايزه شويه فول بس معيش فلوس، هتعمل معايا؟ انا بتمنى
ناس تجيني كده غلابه وتقول لي هتحب تفول وانا معيش فلوس. والله بتمناه وبطلبه والله وبستنى اعرف في ناس الحمد لله. طبعا تعرفهم الحمد طبعا. لله الحمد لله. عمرك ما قلت لحد لا؟ لا 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 لا. ده انت ممكن ده انت ممكن تودي الفول لحد البيت كمان. والله بتمنى الناس تجيني تاخد مني الفول وما تدفعليش فلوس، بس عارف ان هم غلابه يستاهلوا. اكيد اكيد لا الا اكيد. الخير ده ما تتكلمش فيه. الله عليك وربنا حاجة. بيرزقك الا عشان الخير اللي انت بتعمله. بتعمل خير بتلاقيه. طبعا والله طبعا. الحمد لله والشكر. طبعا وربنا بيبارك فيه وبيزوده اكتر. صباح العسل وصباح الفول الجميل من عند عم مجدي قطب. احلى فول طالع ازاي يا اخوانا؟ كهرمان والله العظيم كهرمان. انا معلش انا باخد كميه من عند شايف عامل ازاي؟ الصلاه على النبي الصلاه على النبي الصلاه على النبي. انا باخد كميه من عند عم مجدي وبحطها في الديب فريزر، يعني بنزل اجيب مثلا 5 اكياس 7 اكياس على حسب الاسبوع يعني، عشان لو كسلت المسافه ولا بتاع، وبيتحطوا في الديب فريزر. كل يوم بطلع الكيس يتفك واسخنه وافطر بيه وكاني لسه جايبه حاليا دلوقتي من عند الحاج مجدي. طب اعملوا كده وجربوا وشوفوا الكلام ده صح ولا لا. تحياتي لك يا حاج مجدي وصباح العسل وصب على متابعينك في المحموديه. ألف أحلى صباح على حبايبي وأصحابي وجيراني وكل الناس حبايبي. أحلى صباح عليك، الله يصلح حالكم جميعا ويرزقكم يا رب العالمين رزق حلال يا رب. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. يا رب. لأهل المحمودية جميعا.